السلام عليكم. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد على قناتي. لكنت أول مرة كتشوفوا في قناتي، أنا اسمي سلمى، une assistante maternelle agréée. نشارك معاكم كل ما يخص هذه المهنة. ولا كنتوا من قبل تعرفوني، كيما وعدتكم راح نواصل معاكم سلسلة اللي كنت بديتها من قبل واللي تخص le métier d'assistante maternelle. كيما شفتوا عنوان الفيديو، اليوم راح نتكلم على le salaire ولا على الراتب d'assistante maternelle. Le salaire de l'assistante maternelle يحدد حسب ساعات العمل وحسب عدد الأطفال اللي تكون تخدم معاهم، وعدد الأطفال المسموح يكون محدد في التصريح ولا لاغريمون اللي كانت حصلت عليها. اليوم راح نحسب معاكم ان سالير d'assistante maternelle في حال ما كان عندها un agrément pour 2 enfants، وهذا الحد الأدنى. كاين اللي عندها un agrément pour 3 enfants، وكاين اللي عندها الحد الأقصى اللي هو un agrément pour 4 enfants. ولكن أنا راح نتكلم على الحد الأدنى اللي هو un agrément avec 2 enfants اللي يكونوا أقل من 3 سنوات ويكونوا non scolarisés، يعني طول اليوم عند l'assistante maternelle. والساعات راح نأخذ العدد المتوسط، يعني 7 ساعات في اليوم ل5 أيام. 7 ساعات في اليوم ل5 أيام راح يكونوا 35 ساعة في الأسبوع. كاين أقل وكاين أكثر حسب طلب لي بارون، ولكن الخيار راح يكون pour l'assistante maternelle، يعني هي اللي تحدد هل تقبل بهذا العقد أو لا. كما قلت 7 ساعات في اليوم يعني 35 ساعة في الأسبوع. حساب الراتب راح يكون حسب نوع العقد العمل. النوع الأول اللي تحبه جميع لي assistante maternelle، واللي هو أنها تخدم 52 أسبوع في سنة. في 52 أسبوع في سنة فيها 5 أسابيع عطلة أو كونجي بيي كأي سالاريي. أما النوع الثاني من العقد راح يكون عقد راح تشتغل فيه l'assistante maternelle 46 أسبوع في السنة أو أقل، ونفس الشيء راح يكون عندها الحق في دي كونجي بيي، ولكن الأسابيع تحسب حسب المدة اللي اشتغلت فيها من قبل. راح نوضح لكم طريقة حساب الراتب. طريقة الحساب راح تكون موضحة في الشاشة. هنا كما تشوفوا la mensualisation en cas d'accueil par période de 12 mois تحسب على الطريقة التالية. le salaire mensualisé يساوي salaire d'horaire brut، ولكن أنا راح نحسب بالنات المرة هذه. le salaire horaire net في le nombre d'heures de travail effectif hebdomadaire، يعني في الأسبوع، في 52 أسبوع الكل قسمة على 12 شهر. هنا تكلمت على le salaire horaire net اللي هو سعر الساعة الواحدة، وهذا السعر يكون متغير حسب المدينة وحتى حسب الحي اللي راح تكون تسكن فيه l'assistante maternelle، ولكن هو محدد، لازم ما يكونش أقل من 2 أورو فاصل 55 سنتيم نت. أنا هنا راح ناخذ مثال يكون متوسط السعر، يعني قادر يكون أكثر وقادر يكون أقل، اللي هو واضح في هذا الجدول. هذا الجدول اللي نعتمد عليه واللي يعتمد عليه تقريب جميع لي assistante maternelle في تحديد سعر الساعة، وهذا السعر راح يحدد حسب عدد ساعات العمل في اليوم وعدد الأسابيع اللي محدد في العقد. هنا راح نكمل في المثال اللي كنت بديت فيه، 7 ساعات في اليوم يعني 35 ساعة في الأسبوع ل 52 أسبوع في السنة. السعر اللي اعتمدت عليه اللي في الجدول يكون تحته خط أحمر اللي هو 3 أورو 58 سنتيم. راح نبدأ نحسب. كما تشوفوا عندي سعر الساعة الواحدة هي 3 أورو 58 سنتيم في 35 ساعة في الأسبوع في 52 أسبوع في السنة، الكل قسمة على 12. هنا راح تخرج 542.96 سنتيم، يعني 542 أورو فاصل 96 سنتيم للطفل الواحد. يعني إذا l'assistante maternelle elle a gardé un enfant de moins de 3 ans 35 ساعة في الأسبوع وسعر الساعة الواحدة 3 أورو 58، راح تقاضى هذا الراتب.
وفي حالة ما كان عندها un agrément pour 2 enfants راح يكون الضعف، يعني 1086 € تقريب شهريًا. وإذا حسبت الراتب في حالة النوع الثاني من العقد، يعني أنا عقد عمل يكون ل44 أسبوع مثلًا، راح يكون سعر الساعة الواحدة حسب الجدول هو 4 € 9 سنتيم، راح نضربها في 35 ساعة في الأسبوع في 44 أسبوع في السنة تقسيم 12 شهرًا، راح نتحصل على 524.88 سنتيم. هذا لراتب للطفل الواحد، يعني إذا كان عندها طفلين نفس الشي راح يكون حوالي تقريب 1048 € في شهر. وهذا هو لو سالير نت دو لاسيستونت ماترنيل باختصار، ولكن راح يزيد عليه نقطة أخرى اللي هما لي فخي دي زانديمينيتي دونتروتيان، وهادم لي فخي يتحسبوا باليوم. يعني إذا في الشهر لاسيستونت ماترنيل خدمت 20 يوم، السعر مثلا راح يكون محدد 4 €، وهو اللي يكون واللي هو هذا السعر المتوسط. راح يزيد للسالير 20 يوم ضرب 4 € يساوي 80 € في الشهر، وهو لي فخي لي دونتروتيان تعطى لكل طفل. يعني إذا كان عندها لاسيستونت ماترنيل 2 enfants à garder في اليوم راح يكون 8 € لليوم. ونفس الشي إذا كان عندها un agrément de 3 enfants راح يكون لكل طفل في هذم الثلاثة des indemnités d'entretien. نفس الشي إذا كانت un agrément pour 4 enfants راح يكون chaque enfant عنده des indemnités d'entretien. إن شاء الله تكون توافقت اليوم في شرح راتب لاسيستونت ماترنال، لأنه موضوع جد حساس والقليل منه اللي يتكلم عليه. ما تنسوش الاشتراك في القناة حتى يوصلكم الجديد ونكمل معاكم هذه السلسلة. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.